الفيلم ده بيحكي عن قصة حقيقية، وبنشوف راجل اسمه كاميرون ومراته جانيس، واللي بيبقوا بيحبوا يلعبوا ألعاب سادية مع الناس، وبنشوفهم في مكان مقطوع وهم سايقين العربية، وكاميرون بيركن العربية وبيفتح صندوق العربية وبيطلب من مراته جانيس إنها تساعده، لكنها بتكون قلقانة ومش عايزة تساعده لحد ما بيقنعها كاميرون، وبيطلعوا جثة واحدة ميتة من الصندوق وبيفضلوا يجروها للغابة، وكاميرون بيدفن الجثة ومراته بتخلي بالها لو في حد قرب منهم، ولما الشمس بتشرق بينتهوا من دفن الجثة وبيرجعوا لعربيتهم، وجانيس بتبقى متضايقة وبتقوله إنها ما كانتش متوقعة إن ممكن حد يموت بسببهم، لكن بيقول لها جوزها إنه كان مضطر يعمل كده علشان صاحبة الجثة كانت بتصرخ وكان هيتقبض عليهم، وبعدها بيتحركوا الاتنين بالعربية وبيرجعوا على بيتهم. وفي صباح يوم 19 من شهر مايو 1997 بنشوف بنت اسمها كولين واقفة على الطريق العام وبتدور على أي حد يوصلها بعربيته، وبعد شوية بيكون كاميرون ومراته سايقين العربية وبيشوفوا كولين وبيعرضوا عليها إنهم يوصلوها، وكولين بتكون فرحانة جدا وبتبدأ إنها تتعرف عليهم وبتقول لهم إنها رايحة لعيد ميلاد واحدة صاحبتها في كاليفورنيا وإنها ما بتدفعش فلوس للمواصلات، وبتخلي الناس يوصلوها في طريقها بعربيتهم، وبتوصل العربية لمحطة بنزين علشان يمونوا. ولما كولين بتروح للحمامات بيروح كاميرون لصندوق العربية وبيطلع منه صندوق خشبي وبيشيله وبيحطه على كنبة العربية، وكولين بترجع وبتتحرك العربية، وكاميرون بيقول لها إنهم هيروحوا يزوروا كوفي التلجية، وكولين بتكون قلقانة ولكنها بتضطر توافق، وكاميرون بيتحرك بالعربية في الغابة، لكن فجأة كاميرون بيتسحب من ورا كولين لما بينزلوا من العربية وبيبقى معاه سكينة وبيحطها على رقبتها وبيهددها بالقتل لو هي ما سمعتش كلامه، وكولين بتكون مرعوبة وبتضطر إنها تسمع الكلام، وكاميرون بيغمى عينيها وبيربط بقها علشان ما تعملش صوت وبيكلبشها بالكلبشات وبيحط راسها في الصندوق الخشبي وبيفضل مستني لحد ما الليل يليل علشان يتحرك، وبيجي الليل وبيتحرك للبيت وبياخد كاميرون للبدروم وبيخلي مراته تيجي معاه، وكاميرون بيقطع هدوم كولين وبيفضل يعذبها بالضرب، ولما بيخلص اللي بيعمله ده بيحط راسها تاني في الصندوق. وتاني يوم كاميرون بيخرج من البيت وبيشتري طلبات واكل لكولين، وبيرجع بالليل وبيروح للبدروم وبيأكل كولين وبيخليها تقضي حاجتها في قصرية، وقبل لما يبدأ يعذبها مراته بتكون فوق وبتسمع اللي بيحصل تحت لكنها بتحس بالذنب. وبعد وقت طويل من التعذيب جانيس بتتكلم مع جوزها وبتسأله هم هيعملوا ايه في كولين، وده بسبب ان هي خايفة ان كولين توصل للشرطة وتبلغ عنهم لو سابوها، فكاميرون بيقرر انهم يحتفظوا بكولين زي الحيوانات ويخلوها دايما في البدروم. وتاني يوم كاميرون بيصنع تابوت خشبي علشان يحط كولين فيه، وكولين بتبقى مرعوبة وبتفتكر اليوم اللي سابت فيه بيتها وان ابوها عرض عليها انه يديلها فلوس المواصلات ولكنها رفضت، ولما كانت في حمامات البنزينة كانت حاسة بالقلق من كاميرون ومراته وكانت على وشك انها تهرب منهم، ولكنها للأسف فضلت معاهم وحصل اللي حصل. وبعد كده بتيجي مكالمة لجاك ابو كولين وبيعرف ان بنته مفقودة، وبيروح هو ومراته لاسم الشرطة علشان يبلغوا عن اختفاء بنتهم. وبعد 6 شهور جانيس بتروح لجوزها كاميرون في ورشة النجارة اللي هو شغال فيها وبتعرفه انها حامل وانهم ممكن بقى يبقى يطلقوا سراح كولين، لكن كاميرون بيكون مش مقتنع وبيشيل الفكرة دي من راسها تماما. وبعد شهر بيرجع الزوجين مع بعض لبيتهم بعد لما جانيس عملت عملية في مفاصل رجليها، وكاميرون بيتفرج على المجلات وبيعرف عن عقود العبودية وبيخلي مراته تكتب عقد عبودية مزيف، وبعدها بيروح للبدروم وبيتكلم مع كولين عن انها تكون عبدة ليه، وبيقول لها ان هو شغال في شركة بتتحكم وبتشرف على عقود العبودية وبيكتب عليها، وبيقول لها كمان ان جانيس كانت عبدة ليه وانه كان بيتعامل معاها باسلوب سيء جدا قبل ما يشتريها، وبتبقى كولين مرعوبة وبتمضي على العقد المزيف، وكاميرون بيقول لها انها بقت عبدته بشكل قانوني، وكمان بيهددها انها لو حاولت تهرب الشركة اللي هو شغال فيها هتقتل عيلتها، وكمان بيخوفها وبيقول لها ان الشركة كسرت رجل جانيس لما حاولت انها تهرب، وانه مع الوقت كاميرون اتجوزها. وفي تاني يوم بيتكلم كاميرون مع كولين وبيقول لها على واجباتها اللي لازم تعملها كعبدة ليه، وبيقول لها انه هيغير اسمها وبيسميها كي وبيعلق في رقبتها طوق زي طوق الكلاب، وكولين بتبدأ بتنفيذ واجباتها وبتنظف وبتعمل شغل البيت. وبعد سنة بيكون كاميرون وجانيس في بيتهم بالليل وبيكون عندهم طفلتهم اللي لسه مولودة وبيسموها أمبر، وكاميرون بيخلي كولين تخرج من التابوت علشان تشوف بنتهم لوقت قصير جدا وبعدين بيرجعها تاني للتابوت. وفي تاني يوم كاميرون بيتكلم مع كولين وبيألف قصة عن عبدة عرفت انها تهرب من سيدها وراحت لاسم الشرطة، وان الشرطة شغالين تبع الشركة وقبضوا عليها وقطعوا لها لسانها وأطرافها، فكولين بتخاف من القصة وبتحاول انها تتقبل اللي هي فيه وتسمع الكلام، وبتبقى جانيس حاسة
الغيرة من كولين وبتعاملها بشكل سيء جدا، وكمان بتخلي جوزها يضرب كولين دايما، وبتقول ان وظيفة كولين وسبب وجودها في الحياة هي انها تستحمل العذاب والألم. وفي يوم من الأيام كاميرون بيروح للغابة مع كولين علشان يجمعوا حطب، وكاميرون بيجرح نفسه بالفاس وهو بيقطع الخشب، وكولين بتبقى عايزة تستغل الفرصة وتهرب ولكنها بتخاف، فبتقرر انها تساعد كاميرون. وبالليل كاميرون بيتكلم مع مراته وبيعرف منها ان هي غيرانة من كولين بسبب معاملته ليها. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. فكاميرون بيقترح عليها ان كولين تنام معاهم بدل ما تنام في التابوت، ولكن جانيس بتتعصب وبتحس بالخيرة اكتر وبتخليه يرجعها للتابوت تاني. وبعد 4 سنين من الخطف كولين شكلها بيتغير جدا وبيبان عليها الارهاق والمرض. وفي ليلة بتشوف أمبر اللي كبرت وبتبقى مستغربة هي بقالها قد ايه عايشة معاهم في البيت لأنها ما بقتش تعد الأيام. وفي يوم بيروح كاميرون ومراته رحلة للبحيرة وبيسيبوا كولين لوحدها محبوسة في التابوت، وكولين بتسأل نفسها وليه بيحصل لها كل ده، لكن فجأة بتشوف قص بيقول لها ان الألم والعذاب اللي هي بتتحمله ده اختبار من ربنا، وبتخاف وبتخبط التابوت برجليها من الخوف وبيتفتح التابوت. وبعد أيام كاميرون وعيلته بيرجعوا من الرحلة وبيروح للبدروم وبيلاقي التابوت مكسور ومفتوح، وبيكون خايف ان كولين تكون هربت، فبيفضل يدور عليها في البيت، وفي النهاية بيلاقيها مستخبية في الحمام. وكولين بتقوله انها كانت بتقرا كتاب عن واجبات والتزامات العبيد تجاه أسيادهم، فكاميرون بيهدى وبيرجعها للتابوت. ولما بيجي الليل كاميرون بيقول لمراته انه لازم يخرج كولين من التابوت، وبتبدأ كولين انها تقضي وقتها بره التابوت وبتتعلق بأمبر. وجانيس بتحس بالذنب وبتبدأ تتعامل بلطف مع كولين. وبعد 6 سنين من الخطف كولين بتكون خدامة وعبدة لكاميرون وبتعمل كل أعمال البيت. وفي يوم بتروح للكنيسة مع جانيس، وجانيس بتكون حاسة بالذنب على اللي بتعمله. وبعد لما بيرجعوا من الكنيسة بيلعبوا مع أمبر، وفجأة كاميرون بيرجع للبيت من شغله وبيكون متعصب من اللي شايفه وبيفضل يضرب في مراته، وبيروح لكولين وبيهديها. وفي تاني يوم كاميرون بيقول لكولين انها ممكن تزور عيلتها، لكنه بيكذب عليها وبيقول لها انه اقنع شركته انهم يسمحوا لها بكده. وكولين بتبقى فرحانة وبتشكره جدا، لكنه بيكون لازم يختبرها علشان يتأكد انها بتسمع كلامه، فبيديلها بندقية وبيأمرها انها تقتل نفسها. وكولين بتسمع كلامه وبتضرب نار على نفسها، لكن البندقية ما بيكونش فيها طلق ناري، وبكده بيتأكد انها بتسمع كلامه. وبعد ساعة بيروحوا البيت عيلتها، وكاميرون بيحذرها انها تقول اي حاجة لعيلتها والا الشركة هتقتلهم. وبيوصلوا البيت عيلة كولين واللي بيبقوا فرحانين انهم شافوا بنتهم بعد كل السنين اللي فاتت. وكاميرون بيعرفهم على نفسه وبيقول لهم ان اسمه مايك وان هو حبيب كولين، وبيمشي وبيسيب كولين مع عيلتها. والعيلة بتتعشى مع بعض، وبتلاحظ بوني أخت كولين إن كولين مش بخير، ولما بتسألها هي كانت فين الفترة اللي فاتت دي كلها كولين ما بتردش عليها. وفي تاني يوم كاميرون بيروح علشان يجيب كولين من بيت عيلتها، والعيلة بتسأله هم اتقابلوا ازاي، فبيكتب عليهم وبيقول لهم إنهم اتقابلوا من كام شهر وإن هو ناوي يتجوز كولين. وكاميرون بيرجع مع كولين لبيتهم في كاليفورنيا، وبالليل بيقول لها إنه عاوز يتجوزها. وجانيس بتبقى سامعاهم فبتقرر إنها تروح لبيت عيلتها. وفي تاني يوم بتجهز شنطتها علشان تتحرك وتسيب البيت، وكاميرون بيكون متعصب وبيطلع عصبيته على كولين وبيفضل يعذبها وبيحبسها في كوخ وبيتحرك بعربيته. لكن جانيس بتحس بالذنب انها سابت كولين لوحدها، فبترجع لها. ولما بتقول لها انها ممكن ترجع لبيتها كولين بتبقى خايفه انها تخون ثقه كاميرون، فجانيس بتحكي لها عن البنت اللي قتلوها ودفنوا جثتها في الغابه من 7 سنين، وبتعترف لها بكل الحقيقه وان مفيش حاجه اسمها عقود العبوديه، وبالتالي كولين ممكن ترجع لبيتها بكل حريه. فكولين بتركب اتوبيس وبترجع لعيلتها اخيرا بعد لما قضت 2640 يوم مخطوفه وعبده عند واحد سادي، والشرطه بتقبض على كاميرون وبيتحكم عليه ب104 سنه في السجن. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناه واكتب لي رايك في الكومنتات.